موالفين يقصيوا الناس ويدخلوا وحدهم للترشح. الخرطولوجيه تاع علي بن شيخ اللي يطلب الرشوه على المباشر في قناه تلفزيونيه اللي ما شفتهاش انا في اي بلاد في العالم، صحفي او محلل يطلب رشوه من الاتحاديه تاعو باش كيما نقولوا ادفوا زعماء غير داخل الجزائر. لقجا ما كان والو، لقجا من الاول ما كان والو، صاحبو كان مع وليد صالي ما يقدر يدير والو، نيبوا عليه مستوى يعني القصد ضعف يشاف هكا ضعف شويه واسمه لقجا ما كان والو. القوه تاع الاتحاديه يعني شوف كيفاش يستقبلوا ابولتينو هذايا، يعني عرف باللي يشوف المستوى والنيفو. تعلق بانه لجنه التسويه الموجوده في تونس فيها عناصر هي التي ممنوع عليها أن تترشح إلى مسؤولية داخل الاتحاد التونسي المقبل وأيضا حتى داخل الكاف. وبالتالي اختلط الأمر على الإعلام الجزائري وأصبح يتحدث يقول بأنه تونس ليس من صلاحيتها أن تترشح في انتخابات المنطقة شمال إفريقيا التي سيترشح عنها من أجل مقعد واحد سيدور في آخر المطاف بين تونس والجزائر، على اعتبار أنه الشلماني لديه ولاية انطلقت 2023 وتنتهي في 2027 وفوز لقجع وهاني بوريدة هما مرشحان للفيفا، وبالتالي المقعد موجود بين تونس والجزائر. الذي حصل حتى نعطي للمشاهد فكرة واضحة. مصر عندما صعد هاني أبو ريدة هنا بالرباط في مارس 2021 صعد وهناك وجود لجنة تسوية موجودة في الاتحاد المصري. رغم ذلك لم يمنعه ذلك من الصعود إلى عضوية الفيفا وليس فقط عضوية الكاف. وآنذاك كانت هناك لجنة تسوية انطلقت في 2019 بعد النتائج السيئة التي سجلها منتخب مصر، وتم فرض لجنة مؤقتة برعاية من الفيفا التي وضعت في البداية عمرو جنيني وبعده أحمد مجاهد، ووضعت في بلاغ لها الفيفا في 2019 قالت بأنه لجنة التسوية ليس من حقها أن تترشح، لكن بإمكان أن تقدم ترشيح شخص آخر خارج هذه اللجنة التسوية. هذا الأمر اختلط على الجزائريين وتم شن حملة كبيرة على ترشيح حسين جنيح الذي هو ينتمي إلى نجم الساحل التونسي أيضا. تماما. الذي حصل هو أنه حسين جنيح كان ترشيحه عن طريق وزارة الشباب والرياضة التونسية، يعني أنها جهة حكومية وبأنه تونس لديها سيادتها في الترشيح أو عدم الترشيح. لكن هذا الأمر أقلق الجزائريين على اعتبار أنهم كانوا يريدون طريقا سهلا إلى المكتب التنفيذي وأن يمروا بالتزكية بدون انتخابات. الذي حصل هو أنه شنوا هجوم كبير على تونس واعتبروا بأنه خيانة ونحن علاقات وإلى آخره. لكن ما حصل في الساعات الأخيرة ربما قلب الأمور رأسا على عقب. تم تسجيل انسحاب تونس من سحبت تونس ترشيحها للمكتب التنفيذي، ورسميا وليد صادي عضوا في المكتب التنفيذي للكاف على حسب التطورات الأخيرة. هذا الأمر يحيلنا على ماذا؟ يحيلنا على أنه أحيانا يتم تسييس الرياضة، وبالتالي ماذا وجدنا بأنه ضغطا كيف يعقل أن وزارة الشباب والرياضة التونسية هي قد تدفع في اتجاه ترشيح تونس وفي آخر المطاف تتراجع عن ذلك. إذا ربما هناك سلطة سياسية أقوى دفعت اتجاه أن يسحب حسين جنيح ترشيحه. قد تقول لي لماذا بإمكانه أن يتنافس؟ أقول لك عزيزي بأنه في الجمعية العمومية ل 22 أكتوبر بأديس أبابا الأخيرة كان هناك اتصال من التونسيين بالوفد المغربي من أجل أن يقدموا له دعما في هذا المجال. ونحن نعرف إذا قدم المغرب دعما لأي دولة لديه حلفاء، لديه علاقات يعني ممتازة، بإمكانه أن يدعم، وهذا أمر عادي جدا في إطار انتخابات أن يدعم هذا الشخص ضد هذا الشخص. الآن هناك تراجع لهذا المرشح والطريق سالك لوليد صادي. إذا كان يقبل بمنصب هكذا بدون انتخابات فلك ذلك. لكن أختم وأقول سؤالك عزيزي وأنه ليس منتهى الأمور هو أن تكون في المكتب التنفيذي. قد تكون عضو في المكتب التنفيذي لكن لا وزن لك. إذا أخذنا 23 عضو الحالي، من هي الأسماء التي نسمع عنها في القارة الإفريقية؟ لا نسمع عن أحد. الشلماني بنفسه عضو المكتب التنفيذي وتم هضم حقه بخصوص مباراة نيجيريا وليبيا وما حصل، وهو العضو في المكتب التنفيذي. إذا لا يكفي أن تقوم الجزائر بهذا الصداع الرأسي للسنوات الأخيرة من أجل موقع في داخل المكتب التنفيذي، يعني ربما الأفيد هو ماذا ستفعل عندما تصعد. فربما قد تصعد المكتب التنفيذي وتظل معزولا في تلك المنطقة، وبالتالي ربما ستتلقى النقد من داخل الجزائر على وجودك بدون أن تحقق أشياء للجزائر. وليد صادي كومام سي ان جون ديريجون عنده متسع من الوقت باش يقدر يطور أموره، ولما يكون إن شاء الله يكون في اللجنة التنفيذية ثم لازم تكون عندك علاقات مع الاعضاء اخرين مع الفيدراليات اكسيتيرا. يفو تيسيدي ليا باش تكون في مركز قوه، ما تكونش زعما ممثل برك باش تمثل قال هكذا. لازم تكون عندك كلمه تاعك، ولازم تكون من فورس بروبوزيسيون، ولازم تعرف كيفاش تدافع على مصالح الكره الافريقيه والجزائريه كذلك ان شاء الله. ماذا يضحك في كل مره كنا ننتظر هذا الخطو من قبل الاعضاء ولا الفاعلين في الكره الجزائريه. الان حق وقت الترشح، والآن وليد صادي لوحده
في شوف، العضوية؟ هي فرصة لازم نستغلوها، فرصة لنا، لأنه نشفاو واش صرا في 2021 2023 ودي زوكازيون وين ما نجحناش، وكانت يعني في دي فورس اللي كانوا ضدنا ما خلاوناش نكونوا يعني بارفوا نوصلوا يعني لوبجيكتيف تاعنا. اليوم كاين فرصه، يعني وديع جاري ما يقدرش، ما كانش هو لازم كاين مكان. عندك شلماني مازال حتى 2027، عندك يعني بالنا بلي هاني ابو رضا راح يكمل في الفيفا. يعني كان بيناتنا وبين الفيدراليه التونسيه حتى ولا في الحقيقه لا كونديتور تاع جنيح ايتي با اتوندو ومام ماشي في وقتها. احنا اليوم باش نفكروا واش صرا يعني باغ اكزومبل اون 2004 كي راه محمد راه دخل كيفاش دخل يعني كومون في لاكاف، سيتي ان ارونجمون افيك ليبوك سليم شيبوب تاع تونس. يعني عاوني باش نروح لا فيفا ونخليك تدخل. سي دي جو هذوما، هذه كما يقول لك علاقات. اليوم دونك يا هذه المفاجاه تاع تونس، والحمد لله اليوم يعني اتفقنا، ولا ما على باليش اتفقنا احنا ولا هما فهموا ولا يو ديزاكور بيناتنا باش يعني ينسحب. واليوم يعني الجزائر راهي في بقوه باش تعاود تدخل يعني بعد 8 سنوات ان شاء الله الكوميتي اكزيكتيف دو لاكاف ان شاء الله. هذا ما نتمناه في هذا الانتخابات ان شاء الله. سيد احمد خديس، كفاعلين في الكره، كلاعبين سابقين، كفرق جزائريه، كمنتخب وطني يحتاج هذا الدعم داخل الكاف. طبيعة الحال أنا نشاطر مهدي الراي، لأنه منذ ذهاب راوراوا عندها 8 سنوات على ما أظن أو 7 سنوات كنا ضعفاء نوعا ما في الهيئات الإفريقية تاع كرة القدم. اليوم نظن أنه حتى الفيدرالية التونسية هي مفاجأة بالنسبة لوليد صادي، لأنه لو دوسي كونديداتور ما كانش يستنى أنه يكون دي ريبونديسمون هكذا. كان هناك شيء اللي لازم نأكدوا عليه، أنه الفيدرالية التونسية اليوم راهي تسير من طرف جمعية عادية، ما كاش لأنه تكلم على مهدي، تكلم على وادي جارح. اليوم كاين قضايا فساد، كاين قضايا تلاعب بالمباريات، سيتادير كو كاين امور اللي راح تفتح الباب لا كونديداتور تاع السيد وليد صادي، اللي ربما راح تنعش حظوظ الجزائريه في الترشح. لهذا الشيء نظن انه كاين دي زيكزامبل بار لو باسي اللي خلونا نتفائلوا ونقولوا بلي اليوم اهم شيء في هذه المناسبات انه تكون عندك العلاقات اولا مع الاشخاص اللي هما يترأسوا على اعلى هيئات في القاره، وكذلك مع لي انستانس ديريكت. سيتادير كو اليوم كان عندنا لوناف وين قدرنا وليد صادي على ما اظن كان فيس بريزيدون تاع لوناف. اليوم اللي هذه الهيئات تسمح لك وتفتح لك الابواب باش تروح للكومكس، ومن ثم راح نعاودوا نرجعوا القوه تاع الجزائر في المنافسات القاريه. نعم سيد احمد خديس. سفيان مهني، تحدثنا عن الجزائر، الجيل الذي حقق نتائج ايجابيه مع المنتخب الوطني والفرق الجزائريه، لكن كانت هنالك عده مشاكل بعد 2017 بعد 2004. كانت عده مشاكل تخص الانديه الجزائريه والمنتخب الوطني، ومن بينها اسباب عدم تواجد تمثيل جزائري على مستوى الهيئه الافريقيه. بالفعل رضوان، شفنا احنا الفرق الكبيره والمؤثره في الكونتينون افريقيا، يعني في القاره الافريقيه الكل عندهم ممثلين، يكون عندهم كما يقولوا شكون يدافع عليهم في الانستونس افريكان، يعني في مقاعد الكاف، الكل عندهم مقعد في اللجنه التنفيذيه للكاف. انا نظن سي المومون وين الجزائر يعني تعاود يعني تسترجع مكانتها يعني في الكاف من خلال والد صادي. انا نظن، انا نعطيك معلومه خويا رضوان حسب مصادر يعني من تونس، انه انسحاب تونس يعني انسحاب كما نقولوا مدروس وتكتيكي، يعني باش يخلوا يعني الكونديداتور تاع والد صادي يعني راهو في طريق مفروش. نظن ان شاء الله لو 12 مارس يخرجوا النتائج. نظن يعني مكانه الجزائر في اللجنه التنفيذيه يعني راهي مضمونه. ونعاود نرجع لك جانسيس، يعني عندنا الجزائر سي امبورطون تولي، واش حكيت لي كاع على يعني التظلمات اللي صرات اما الفرق الجزائريه ولا المنتخب الوطني. نظن ان لا بريزونس تاع الجزائر اون انستونس كيما الكاف حتعاون بزاف في الفوتبول الجزائري، وحنا نتمناو ايضا هذه الخطوه الاولى تاع الكاف، نتمناو الخطوه الثانيه انه يعني الممثلين الجزائريين يكونوا حاضرين بقوه في تكون عندهم مناصب في الفيفا. نروحوا للخرطولوجيه تاع علي بن شيخ اللي يطلب الرشوه على المباشر في قناه تلفزيونيه اللي ما شفتهاش انا في اي بلاد في العالم. صحفي او محلل يطلب رشوه من الاتحاديه تاعو باش كيما نقولوا اتفوت. يعني راكم تعترفوا بالكذب، يعني انتم كنتوا تكذبوا علينا. وهنا قلت زوج خطرات الطاقه، معروف على صادي يدخل غير من الطاقه. هنا انا فهمت في هذاك الوقت واش كنت تقصد بالطاقه. انا على بالي الطاقه يعني عنده طاقه، بصح هو قلت عنده الطاقه دخل من الطاقه. تحطوا الباب هاوليك الدخله من الباب، ويروحوا الناس يستناو في الباب وتغلقوا عليهم الباب، وتخلوا تفتحوا الطاقه لصادي يدخل من اللور المترشح الواحد. درتوها في الاتحاد الجزائري، قسيتوا ايغيل اللي خليتوا غلقتوا عليه الباب
ودخلتوا صادي من الطاقه، ودوكا راكم حابين ديروها في افريقيا وتقولوا لنا زعيم الكواليس يترشح وحده ويدخل من الطاقه، وراك فرحان لازم ندخلوه من الطاقه، راك فاهم؟ وراهي القوه اللي كنتوا تهضروا لنا عليها. تونسي خلاكم تترعدوا اللي تقول تجيب 30,000 روا ما نفوزوش، لازم واحد ما يترشح، غير حنا اللي نترشحوا لتما. وراهي من القوه ماشي في هذا الشيء، القوه تاكل الجيفه. ودوك راك تقول لي باللي ان شاء الله ما ترشحش مصر، لان غير تونس نقدروا عليها، باش تقدر عليها تضغط عليها باش تسحب الملف. كي تقول صادي زعيم الكواليس يزعفوا لي خلطوا يموتوا، علاش راكم تقولوا زعيم الكواليس؟ بصح انتم اللي قلتوا لنا قبل الترشح للكاف تاع للفاف كنتوا تقولوا لنا زعيم الكواليس، دوك ولا راه ما يقدرش. 20,000 راه ما يفوتش، راهم يهضروها بلسانهم. قلنا لكم باللي خروطوا ما كان لا زعيم الكواليس لا والو، يكذبوا على الشعب. الزعماء غير داخل الجزائر دوك ولاو يعني اي واحد يترشح يموتوا بالخوف، خلاص رانا خاسرين. حبوا والو موالفين يقصيوا الناس ويدخلوا وحدهم للترشح، غير نحاولوا كيفاش نقنعوا تونس باش تسحب الملف. هذا هو زعيم الكواليس اللي كنتوا تقولوا لنا عليه. تكذبوا على الشعب الجزائري. اروح اسمع بن شيخ كيفاش راهو يتكلم لك مد الرشوه، او يطلب من صادي مد الرشوه، المصروف، الكوستيمات والدان و مول الحصه تحلب باللي شغل هذه هضره نورمال تتقال في بلاطو. يعني محلل يطلب من رئيس الاتحاديه يمد رشوه باش يقدر يشد، وقالوا هذه هي الكواليس وهذه هي اللوبيات، لازم يدير هكذا صادي.